مساء الخير البنات، الصلاة والسلام على رسول الله. جبتكم اليوم وصفة بوف الجوخ بكمية كبيرة. نتمنى يعجبكم الفيديو. نروح إلى مقادير الوصفة. كما راكم تشوفوا عندي نوعين من الفلفل. هنا عندي فلفل حار مقطع وخليت له شوية زريعة فيه، وعندي هنا تاني فلفل حلو مقطع ومغسول. بعد ما رحيت الكميه تاع الفلفل تاعي بالحلو بالحار كما راكم تشوفوا، نجي نحط ملعقه تاع الملح في النوعين تاع الفلفل كما راكم تشوفوا. هكذا نخلط مليح الملح مع الفلفل الحار حتى يتجانسوا مع بعضهم. هذه الطريقه باش نخرجوا الماء اللي في الفلفل تاعنا باش ما يفسدناش البوفجوخ تاعنا. نزيدو نخلطوا الكميه تاع الملح والفلفل الحلو. انا هنا كيعود عندي الفلفل الحار حار بزاف، ما نقدروش ناكلوه وحده. شغل ندير هذه الطريقه باش نزيد الكميه تاع الفلفل، بما انه حار ما نقدروش ناكلوه وحده. نرحي معاه الفلفل الحلو، منها تزيد الكميه ومنها يجيني الحرور تاعو يجيني معتدل، على خاطرش كاين واحد الحار كيكون حار بزاف حتى ولو كي نحطوا له الزيت زيتونه ما راحش يتنحالوا الحرور تاعو بزاف، راح ينقص. مي يقعد حار ما نقدروش نتناولوه. كاين العباد اللي ما تقدرش على الحار بزاف، مع كي نزيدوا له الزيت زيتونه يجي معتدل في الحرور تاعو. انا هنا دركا نخليه في الكسكاس هكذا يقطر ليله كامله. هنا مع الصباح لقيته نزل الماء تاعو كامل. دركا نجي نحطو في البلارات كيما هكذا. انا هنا كانوا البلارات معقمين بالماء سخون، وزيت خليتهم حتى بردوا ونشفوا. زيت عقمتهم بالخل. دركا راني نعمر في الفلفل داخل البلارات كما راكم تشوفوا. لازم نزيروا عليه شويه باش نخرجوا الهواء من البلارات وما يفسدناش البوفجوخ تاعنا. كاينه طريقه تاني باش نقدروا نتخلصوا من الماء اللي في الفلفل بلا ما تديري له كما نقولوا ليله كامله. حط عليه ثقل كما نقولوا قرعه تاع ماء تاع 5 لترات. ولا الطريقه تاعها كيفاش تكون، نحطوا الكسكاس ونزيدوا نحطوا الفلفل تاعنا ونحطوا عليه صحن فارغ يكون يقدر يدخل حتى للقاع تاع الكسكاس، ونحطوا عليه هذاك الثقل ولا القرعه تاع الماء تاع 5 تاعنا باش تدير الضغط ويتخلص الخضر تاعنا او الفلفل تاعنا من الماء اللي فيه. نخليه مضغوط مده 4 سوايع ولا 5. دركا نجيب نحط انا هنا هذا الثوم اختياري، انا نحب النكهه تاعو بالثوم. قشريها برك وحطيها في البلاره كما تشوفي هكذا. نزيد له الزيت، نحطو الزيت بالعقل، نستناو حتى يهبط. ولا ما هبطناش كيما هنا كانت مدكسه بزاف البلاره، ندخلوا الملعقه كما راكم تشوفوا هكذا حتى للقاع لداخل باش نضمنوا باللي الكميه تاع الزيت راهي وصلت للقاع البلاره باش ما يفسدناش البوفجوخ تاعنا. تابعوا هذه الطريقه راح تنجحوا فيها. وكما نقولوا انا معتمدتها من نهار تعلمتها، من نهار بديت نخدم البوفجوخ وانا معتمده هذه الطريقه، والصراحه عمره لا فسد لي. الحاجه المهمه انه تعقيم البلارات الخضره تاعك ولا الفلفل تاعك يكون تخلص من كما نقولوا الماء تاعو كما راكم تشوفوا هكذا. شوفوا هذه كيما جاتش مدكسه، هبط الزيت فاسيلمون. ولازم يقعد لك كيما نقول باش تعرفوا الكميه تاع الزيت، لازم يغطي من الفوق شويه حتى ولو نص سنتيم الفلفل تاعك
باش تحبسي الحطان تاع الزيت تاعو هكذا. باش تحبي تضمني باللي الزيت وصل حتى للقاع، دخلي فيه الملعقه هكذا كما راني ندير انا. ودركا نجيو نغلقو غلق محكم، زيري مليح البلارات باش ما يدخلش الهواء للبلاره ويفسد لنا المنتوج تاعنا. قلبوها هكذا باش نضمنوا باللي كميه الزيت راهي توزعت في كامل الفلفل. اذا عجبكم محتوى قناتي نتمنى تبارطاجيو القناه وتشتركوا فيها، وان شاء الله يعجبكم البوفتجوخ تاعي والطريقه تاعي، والى الملتقى ان شاء الله في وصفات اخرى.